مشاهدينا الكرام حياكم الله، فقرة سباق الخير معكم من جديد، ونحن الآن في حارة زيد بن حارثة. لدينا مجموعة من الشباب كالمعتاد سأتعرف عليهم سويا. اسمك الكريم؟ محمد أحمد علي الخياطي. حياك. اسمك؟ فؤاد عبد الإله الحمزي. مرحبا. ماهر حمي. حياك ماهر. أسامة الواقدي. أسامة. صادق الزبيري. صادق الزبيري. 5 شباب في حارة زيد بن حارثة. لدينا أيضا مجموعة من الحارة تعاونوا معنا في تنظيم هذا السباق، يعطيهم العافية بإشراف عقل الحارة. سيكون معنا أيضا في نهاية هذه الفقرة. شباب كالمعتاد نذكر بهذه الفقرة وبتفاصيل السباق. أنتم 5 شباب الآن، ستختارون 2 فقط. الاثنين نطلب منهم شيء معين مرتبط إما بالموروث اليمني أو التراث أو بالصناعات المحلية القديمة أو متعلق أيضا بإنتاج اليمن منذ القدم وحتى اليوم. معكم 20 دقيقة. الاثنين اللي حينطلقوا، الثلاثة حيكونوا جنبي. الاثنين اللي حينطلقوا معهم 20 دقيقة يدبرون لنا الشيء، كل واحد من مكان، نشوف منو أسرع منهم اللي حيوصل لهنا. وكالمعتاد الفقرة هي سباق إلى الخير. ستكون الجائزة لأسرة فقيرة من أهالي هذا الحي. اخترتم أنتم هذه الأسرة بمعية عاقل الحارة. إذن مشاهدينا الكرام الشباب على أهب الاستعداد. أنتم مستعدين؟ مستعدين. نحيي ال5 الشباب. حيهم حيهم حيهم. إذن كالمعتاد تعملوا لي حلقة اجتماع مصغر ثواني وتختاروا 2 فقط اللي حيقوم السباق، وبسألكم ليش اخترتم الاثنين. إذن كان هناك اجتماع مصغر، يعني نتج عن من اخترتم؟ اخترنا فؤاد وأسامة. فؤاد. أنت فؤاد؟ أنا فؤاد. ومن أسامة؟ أسامة. طيب على أي أساس؟ على أساس إنهم ما طلبتوه يبحثوا عليه يدورهم. ليش إلا فؤاد وأسامة؟ لأنهم نشيطين وشباب وسريعين في تثقوا فيهم؟ إن شاء الله. ما اجبروكمش على أنكم تختاروهم؟ كان الاختيار شورى؟ اخترناهم إحنا. جميل جدا، لأنه في الأخير إذا نجحوا وصلنا إلى الخير ونجحنا في هذه المسابقة، إذا فشلوا فشل الجميع. معولين عليكم كثير. إن شاء الله إن إحنا نفوز. كيف؟ إن شاء الله إن إحنا نشد حيلنا إن شاء الله. تبيض وجوهنا إن شاء الله. إذا أطلب من أسامة وذكرنا وفؤاد. أسامة وفؤاد تقدموا شوية. مازن تعال ركب لهم الكاميرات لو سمحت. إذن مشاهدينا الكرام أنا أحيي أبناء هذه الحارة على تعاونهم وعلى انضباطهم في هذه المسابقة. تحية لكم جميعا. وأيضا الشباب جاهزين، إبراهيم وأسامة على أحبة فؤاد وأسامة، عفوا فؤاد وأسامة جاهزين. قبل ما ينطلقوا نطلب منهم الشيء، هم محتاجين حماس، نعطيهم تحية قوية. تراثنا غني بالمنتوجات وايضا الصناعات التقليديه، صح ولا لا؟ اللي كثير، ولازم نعتز به ونحافظ عليه، صح ولا لا؟ تسمعوا بالمصنوعات الجلديه؟ مثل أي المصنوعات الجلديه معروف قديمه مثل ايش؟ مثل اسمها حق الغنم صوف الغنم. احيانا بيسموها الكرك، صح؟ يسموها الكرك. اما الان قبل ما يبدا العداد معكم طبعا 20 دقيقه، الشباب حيسندوكم بالاتصالات. اما تدبروا لنا مصنوعات جلديه اللي تشتوا، اما كرك قديم او قربه اللي كانت تستخدم للحبوب. ثم قربه كانت جلديه تستخدم للحبوب، او كرك او يسمى جاكيت او كذا بالحديث، هو يسمى كان كرك وما زال، ويستخدم طبعا جلد على الصوف طبعا مشهور بسعره البايض لانه ممتاز ويدفي، يعني خاصه في صناعه. ايوه بالضبط. مستعدين؟ اذا الشباب فؤاد واسامه مستعدين وحيبداوا الان ينطلقوا. اذا نقعد يا جماعه نقعد مع بعض من ال5 لل1. 5 4 3 2 1.
احنا مستمرين معكم الان لهم هكذا بساعات. هيا تو من المنزل حقي. منزلك غششتهم؟ ماشي غششتهم. ما غششناهمش. معنا شيبات قديم، معنا شيبات قديمين في الحال حقنا ومعهم التراث هذا. اديت جناحك ماهر، انت سيسر بيت الباب انت. اديت جناحك ماهر، اديت الدجله. الدجله خذ ديها. اللام عاد دجلها الصوف. قال ماهر اللام موجوده. منو اللي بيرجع لنا صح؟ الان اللي ارجع فؤاد ولا اسامه ان شاء الله، ارجع الاثنين. منو فؤاد ولا اسامه؟ فؤاد اسامه الضعيف. ان شاء الله اسامه انشط. شط. اسامه ولا فؤاد؟ وفؤاد الكل ما شاء الله عليه. اخترنا احسن اثنين يعني صح ولا لا؟ الشباب المتحركين والجيدين من ابناء الحي. هو اشار لهم قال لهم روحوا بيت فلان، هذا ميزه. اكيد والله حد داري انه معاهم في هذا. معنا ناس يعني ناس معهم جواكت قديمه ويلبسون التراث. احنا نعرف مواصل في البرد يعني. تشي تسندهم باتصال ما مش مشكله، تواصل معهم لمن بتتصل. انا يدوا لهم سريع يا عجام ماهر حيخسر. سريع يا عجام. ما فعلت يا فؤاد. خلاص وضع لقيته من بيت ماهر ولا؟ يلا من بيت ماهر. يلا قطب يا عم. يلا عمليه زنة سريعه، كنا نتوقع انه ما بيلاقيش. يبدو انه احدهم حصل على الكرك. يلا سريع لك يلا. حصل صح؟ حصلوا عاد انت. حصلوا عاد انت. اسامه. حصلوا عاد انت. تلت ها؟ انا ببيته يلا صابر يلا. الان وانت اتصلت من؟ فؤاد قد لقى. فؤاد ايوه قد لقاه وذا جاي الان ان شاء الله. مسرع مشعر. ايوه الشيبه وباب البيت. البيت قريب. البيت قريب جنب الجامع علي. ايش ميزه الكرك؟ ايش ميزته؟ الكرك هذا حال يعني بين البرد يدفيك وبين الشمس يبردك. الله. حيوا يا شباب، تحيه عظيمه. يا مرحبا. تعال ابراهيم. عفوا فؤاد، انا ليش انا مصمم على ابراهيم؟ معلش من بدي والله. فؤاد طبعا فؤاد استغرق 3 دقائق فقط. 3 دقائق اسندوك بساعتهم، وقت قياسي تقريبا. انت اسرع متسابق في الحلقات كامل. من فين مشعت لنا الجاكيت؟ من بيت واحد هلا بس ماهر. من بيت واحد. ايش ضمننا انه صوف صحيح؟ لا صوف طبيعي. خلي الكاميرا تاخذه. جلد هذا. لا يسموه غنم، حق الغنم. واحد باقي معي غيره. باقي معي جلد طبيعي. كم يكلف تقريبا؟ كم يكلف تقريبا؟ كم يكلف تقريبا؟ ما بحد وياك قال هي والله ما انا داري، مش انا داري. غالي صح؟ بكارينون الان جاي. طبعا سعره يطلع 80-100 ألف. هذا معقول 100 ألف؟ مالك هذا اصلي. يعني صناعه يدويه مش. كيف بتغسله كيف؟ بالمغسله ولا يدحوا في القاع ولا بخار؟ يقوموا اولا بدباغه الجلد. يقوموا اول بعد ذباحه الكبش وتنظيفه من اللحم كامل، ثم يقومون برش الملح عليه فتره، ثم يقومون بدباغه الجلد لكي يدوم فتره من الزمن. عاد مستمر الصناعه هذه؟ ما عاد المستمر يعني باقي من الصناعه هذه متواجده الان في صنعاء القديمه، وبالاخص يعني بيت كابع لا زالوا مستمرين بدباغه الجلد وصناعه الكروك القديمه. هم الان الذين لا زالوا متوارثين في صناعه الكروك القديمه المتعارف عليها في اليمن. الحفاظ على مثل هذه الصناعات كيف؟ اهميه الحفاظ. مثل هذه الصناعات يتلخص في عده عناصر اللي هم الشباب بيدعموك يسندوك بالتحايا. جميل جدا. فقط بس ناخذ معلومات. الحفاظ على هذا الموروث القديم يتمثل في ممارسة إنتاج الكروك القديمة، يعني تعلم الأجيال الجديدة لطريقة الدباغة. هذه من أهم الأشياء التي يجب الحفاظ عليها.
لأنه كل ما استمر التراث في التناقل بين الأجيال كل ما زاد حفاظه. أنا أحييك وأحييك على هذه المعلومات. أسمع منك انطباع، كيف كانت التجربة؟ كنت واثق أنك حصل؟ ايوه لو كان ما سندكش وكلمك، لو كان ما سندكش وكلمك هيك؟ يتمنى ما راجل مش ملايين لهذا الدرجة. يعني اقل بيت من اهلي توفر بشكل كبير. عندنا بالذات باليمنيين كل شيء متوفر، القديم هذا ما يخرج عليهم. سلام. من اي حاجه من موجوده. باقي معنا شيبات كانوا يلبسوا من هذا الحاجة أيام البرد. يعني شيبت وين في الحالة معاهم. كيف اقنعتوا تبزوا منه؟ قلت انا بدون سريع، احنا في برنامج سريع عندي. وافقك على طول؟ طوالي والله انه طيب. رجبه طوالي. ممتاز ممتاز، انا احييك حقيقه. ابراهيم اخذت 3 دقائق فقط. اسامه ضاع. اسامه الان ضمرت الصلاه الجاي ولا صاحب هذا مش موجود. ايوه هو سري بدا ليش بيعمل؟ بيدور غيره. لو ما عادش اسامه نحسب الجائزه ولا نطنش؟ مشيتوا نضيع الاول. انتم شرعكم قل. انتم ومسابقتكم. ان كانت في فعل الخير فالانسان المحتاج هو ابدى به، لان شباب الحي يريدون فعل الخير لاي انسان مسكين موجود في المنطقه. احنا ما نمشي من حاره الا وقد اعطينا الجائزه. ان شاء الله ان انتم تكونوا فوق حسن الظن الذي نظنه. أيوة. في فعل الخير وسباقين في ذلك. العافيه مثل ما قلتم انتم ايضا عند حسن الظن. ان شاء الله نكون عند حسن الظن. اسامه يا اسامه هذا صيني ولا يمني؟ الخروف هذا جلد. الخروف جلد هذا اصلي. صغر بس شويه كذا. نستعرضه. اكيد هذا يمني. هذا يمني أيوة، صناعة يمنية. هذا مصور. يعني هذا صناعه محليه؟ انا ما اعتقدش انه محلي. هلا محلي. لا تشجعوش الصيد يزيد علينا. محلي. هذا بتقوم من الجلد. هذا من الجلد. هذا محلي. طيب محلي. هذا محلي هذا. هذا محلي هذا. شوفوا هذا من اسمه. صحيح. هذا محلي. صحيح. هذا اختراع. فقط نعرض الكاميرا لو سمحتم. نعرض اقلب. ايوه طبعا هذا يسمى ايش اسمه؟ جاكيت كرك صح؟ هذا يسموه جلد كرك. حقيقة الوزن ثقيل. حيا رفات وسما. ممتاز انا احيي التفاعل هذا، لكن احنا حبينا نعطي نبذة عن هذه الصناعات لانه بيتكلموا ان الايطالي وان التركي وان كذا هي منتجات عظيمة. مثل هذه المنتجات حقيقة هي منتجات راقية جدا، وربما يصل السعر إلى 100,000، لكن هو جاكيت للعمر. ايوه صح. اشتريت واحد ما تحتاج. ايوه صح. انا هو جيل بعد جيل يتبارك. الاخ قلبي يقول من قده، يعني اذا اشتريت واحد ما تحتاجش بعمرك واحد جاكيت واحد كفي. باقي معي واحد في البيت القذالة معي، اعرف نفسي له معي. ما شاء الله ما شاء الله، يعطيكم العافية. أبليتم حسنا في هذه المسابقة، وكان حقيقة تحدي كبير. وطبعا أسامة تقريبا تستغرق 8 دقائق، وفؤاد 3 دقائق، وكلهم قبلنا نوع مختلف، لكن هو في الأخير صناعة محلية وراقية جدا. أنا أحييكم. نحافظ على تراثنا، ونهاية هذه الفقرة مشاهدينا الكرام نحييهم وننتقل للأسرة. بمعية عاقل الحارة مشاهدينا الكرام سننتقل إلى الأسرة المحتاجة. مشاهدينا الكرام وصلنا بمعية الأخوة المتسابقين في هذه الحارة، بمعية أيضا عاقل الحارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله العافية. هل هي سيستم اختيار هذه الأسرة؟ تم اختيار هذه الأسرة على أساس أنهم أسرة يعني مساكين ومحتاجين، والراجل ما بالصديق حصل له حادث قبل حوالي 6 سنوات وجالس معه في البيت وظروفهم قاسية. ضرير يعني ضرير. طيب، وأن أدعو كل فاعل الخير وكل الإنسان الجيدين بأن يتعاونوا في إنجاح هذا البرنامج وتقديم العون والمساعدة لكم حتى تتمكنوا من أداء واجبكم. وجزاكم الله خير. وأن نأكد للعدوان أن هذا البرنامج سيستمر سيبقى رغما عنهم بإذن الله سبحانه وتعالى. يعطيكم العافية. عاقل فقط بس نذكر المشاهد الكريم باسمكم الكريم، أنا ما ذكرتش في البداية. اسمكم ايش؟ أنا اسمي الشيخ عبد الغني شماخ، عاقل حافظ من حافظة سعوان. حياكم الله شيخ.
وأحيي الأخ إبراهيم. أخي إبراهيم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا في سباق الخير ولدينا مسابقة أجريت في هذه الحارة، وكان لدينا 5 من الشباب تسابقوا، وكان هناك تفويض لأسامة وفؤاد. كان هناك طلب شبه تعجيزي من التراث التقليدي، وفروه من أجل أن يوفروا لك الجائزة. بارك الله فيهم، وإن شاء الله حندي لك الجائزة الآن بعد شوية. رأيك بمبادرة الشباب؟ بارك الله فيهم، وهذا فعلا مبادرة جيدة إن شاء الله. إن شاء الله. والنجوم انكم تستمروا لبقية المستضعفين المساكين المعاقين. جميل. والله اجركم. جميل. احنا بنصير على هذا الشيء. قوتنا في ظل العدوان، أين التكافل منها؟ قوتنا في ظل العدوان، احنا نكون متكافلين ومتراحمين فيما بيننا، وكل واحد يعطف على الآخر، وهذا دل شيء على ما يدل على وجود هذا الأشخاص اللي حضروا وضحوا وبذلوا من أجل أن يعطوا الجائزة لهذا الشخص المسكين الضرير. ربنا يحفظكم ويعطيكم العافية، وإحنا شعب متكافل. صمدنا 8 سنوات أو 7 سنوات شوية عشان هذا التكافل. وهذا احنا عنصر إن شاء الله 100 عام في وجه هذا العدوان، وأن هذا العدوان لن يخذلنا ولا نجعل يزيد لنا قوة وعزة وكرامة وشرف واتحاد. يا رب يا رب يعطيكم العافية. إذن لديكم طبعا جائزة هذا السباق هي ستقدم للأخ إبراهيم الذي اخترتم أنتم هذه الأسرة بمعية العاقل. طبعا معك 50,000 ريال مقدمة من المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الإسمنت، وأيضا 20,000 ريال مقدمة من المؤسسة اليمنية للاتصالات السلكية واللاسلكية. المجموع هو 70,000 ريال. تأخذها بالبركة أخي إبراهيم، يعطيك العافية. مشاهد الكريم، مشاهد الكرام، القوني بعد هذا الفصل.